حازم، اهلا بيك، برحب بيك وبرحب طبعا بكابتن اسماعيل يوسف كابتن مصر. اهلا يا حماده. تيجي انا ازيك؟ ربنا يخليك. الحمد لله. الله يخليك. حماده، طمنا، وصلتوا اسكندريه ولا لسه في مصر؟ لا احنا وصلنا من بدري يا كابتن. ده المفروض الفريق في التمرين، بس انا كنت في الاجتماع الفني والامور تمام الحمد لله. طب كم من هنا؟ ايه اخبار الاجتماع الفني؟ ايه ابرز الحاجات؟ لا والله يا كابتن ما فيش، يعني الحمد لله ما كانش في اي مشاكل في الاجتماع. الناس رحبوا، يعني شكرونا جدا على الاستقبال وعلى المكان اللي هم بيقيموا فيه. والاجتماع ما خدش وقت، يعني ما كانش فيه اي مشاكل او عقبات يعني قابلتنا في الاجتماع. طب حماد، عايز اسالك سؤال. كان في كلام طلع كده ان لو الزمالك ان شاء الله كسب مثلا بعدد وافي من الاهداف ممكن الماتش الثاني يكون في مصر. هل الكلام ده اتكلمت مع حد مثلا ولا ده كلام في الهواء؟ ما ينفعش طبعا يا كابتن نتكلم في القصه دي الا اذا هم حبوا ان هم يقولوا فيها. لكن احنا طبعا بنحس لاعبتنا ان احنا نحسم من هنا ان شاء الله باذن الله. هم بقى جم فتحوا معانا الموضوع حاجه زي كده، ان شاء الله نوافي يعني. لكن ما الكلام ده ما حصلش خالص ولا اتكلمنا فيه خالص. موضوع المستحقات يا كابتن حماده، واللي كان الموضوع زي ما اتقال فيه ازمه، ايه اخبار اللعيبه؟ وهل في حد انقطع مثلا ولا اللعيبه كلها موجوده؟ والله يا كابتن حازم، انا عايز افصل ما بين ان اللعيبه بتطلب مستحقاتها وما بين اللعيبه ما بتأديش شغلها وما بتجيش تمرين والقصه دي كلها. طب ما انا اللعيبه ما ظهرتش الفلوس في حساباتها غير متاخر، واللعيبه كلها كانت موجوده في النادي وحاضره. فهمنا حاجه ازاي؟ لكن هو الراجل لما لقى ان في كلام ورغي وانت نزل وده لسه ظهر وما ظهرش، قال لك لا خلاص اللعيبه مش مركزه معايا في التمرين، اللعيبه تمشي وبكره التمرين. وفعلا تاني يوم اللعيبه كلها حضرت، سواء اللي نزل له او اللي ما نزلوش. بعد كده كابتن حازم احنا بقى لنا فتره طويله المستحقات بتنزل، بس بتنزل على فترات. طب ما اللعيبه ملتزمه وبتلعب ومفيش اي مشكله. وكابتن اسماعيل يوسف كان حاضر معانا، وكان برضو، لاني انا عايز اتكلم في حاجه يا كابتن حازم، ان كل الانديه ما عندها مشاكل، مش نادي الزمالك لوحده. طيب احمد سمير طمنا عليه، يعني اخبار استبعد من المعسكر اصابه ام في شيء اخر؟ لا احمد سمير عمل اشعه في اليوم اللي هم كانوا برضو بيقولوا ان اللعيبه انقطعت. احمد سمير في اليوم ده كان بيعمل اشاعه، وكان هو واخد كدمه في ركبته ورمه، وفعلا راح عمل اشاعه والدكتور عارف والراجل عارف ومديله راحه. لكن مش هيستبعد عشان اي شيء، لا طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص. الفرقه كلها تمام جاهزه الحمد لله. الحمد لله. طب الزمالك يلعب بكره بينك ولا ابيض؟ لا هنلعب الابيض، يعني دي مباراه. ليه؟ ده البينك حلو يا عم، البينك حلو والله يا كابتن، انا مبسوط جدا بالطقم ده. بشكرك شكرا جزيلا يا حماد عمر مدير اداري. موضوع البينك ايه بقى؟ والله الناس يعني مسكت الزمالك. لا التيشيرت والله طقم كويس قوي يعني. طب ما تقول لنا البينك ده يعني ايه اللي حصل في اختيار السنه الموسم اللي قبل اللي فات. كنا رحنا دبي انا